يا مساء السعادة والأسعار الزيادة، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع حنان اللولو، والنهارده جاية أعمل لكم طبق بيتقال عليه إن ابن عم الكبدة. يعني إيه ابن عم الكبدة وهو إيه ده؟ تعالوا نشوف هو إيه ده، بس يا ريت أنتوا جايين ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتعليق حلو منكم ليوميات حنان. هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول. طبق النهارده هنعمل الكلاوي بس بطريقة حلوة جدا، هنعملها معاملة الكبدة. بُصّوا الكلاوي يا جماعة ناس بتتّفق عليها كتير أوي، وناس مش بتحبها، مش بتتّفق عليها خالص. عايزة أقول لكم فيديو النهارده هيخلّيكم تحبوها جدًا. عايزة أقول لكم كمان إن هي هتبقى أحلى من الكبدة الإسكندراني، بالضبط كده، زي ما أنتم سامعين. أحلى من الكبدة الإسكندراني ليه؟ هاقول لِك ليه، لإن هاقول لِك 4 أسباب ما يخلّيهاش زفرة معاكِ، وتكون كمان spicy وتكون طعمها حلو جدًا، وتكون طرية وjuicy كده، ما تكونش ناشفة ومسكت نفسها زي ما تكون اتسلقت أكتر من اللازم. ومش هنسلقها، هنعملها بطريقة حلوة جدًا وسهلة وبسيطة. هنسمي بسم الله ونشوف معانا المقادير بتاعتنا إيه. معانا الكلاوي ومعانا التوابل بتاعتنا فلفل أسمر وكزبرة وشطة، مش أكتر من كده، تمام. معايا بصل مقطّع جوليان رفيّع جدًا، تمام. عايزة أقول لكم بقى الكلاوي بيكون عليها طبقة كده قشرة لازم تتقشّر، تمام. وبعد بقى ما نقشّرها تقدري إن أنتِ تطبخيها بقى بطريقة حلوة. بس نصيحة مني ما تقشّرهاش غير لمّا تدّيها صدمة كده في حبّة مَيّة سخنين على البوتاجاز. لازم تكون المَيّة بتاعتِك بتغلي علشان ما تزفّرش معاكِ. وهنجيب بقى بعد ما تغلي كده غلوتين 3 وما تكونش استوت خالص يا جماعة، يعني هُم غلوتين بس، هناخدها نقشّرها ونقطّعها بالشكل اللي إحنا شايفينه ده، عصافيري كده، تمام. أول حاجة بقى هاجيب wok أسخّنه جامد وأضيف فيه المادة الدهنية بتاعتي. هنا الخطوة دي اختياري، حابة تضيفي المادة الدهنية بتاعتِك الأول أو تنزلي بيها هي تدّيها صدمة الأول براحتِك خالص. بس الخطوتين حلوين جدًا، وأهم حاجة لو عملتِ الحركة دي أو الحركة دي لازم تسيبيها على النار لحد ما تنشف معاكِ من كل السوايل اللي نزلت اللي أنتِ شايفاها دي. لو ما خلّيتيش السوايل دي نشفت معاكِ هتكون زفرة جدًا. عايزة أقول لِك إن ده يعتبر كل الحاجة العصارة اللي هي جواها، اللي هي أصلًا عاملة الزفارة. لازم تفضلي تشوّحي فيها لحد ما بُصّي ما تقوليش بقى إن هي تنشف والّا تجمد معاكِ، لأ، أنا هاقول لِك حركة كده هتخلّيها إن هي تبقى juicy معاكِ كويس جدًا، تمام. فلازم تسيبي العصارة دي كلّها اللي نزلت منها تنشف معاكِ. هنجيب بقى التوابل بتاعتنا في المرحلة دي. هنا كان بدأت خلاص كل العصارة، شايفين هي شبه الكبدة إزاي وجميلة. هتلاقوها كده يعني الشكل أصلًا هيوصف جمالها. ضِفت بقى فلفل أسمر وكزبرة وحبّة ملح، تمام. مش أكتر من كده. حابة تضيفي أي بهارات تانية براحتك، بهارات لحمة، بهارات كبدة، براحتك، تمام. هنفضل بقى ننزل بعد ما طبعًا باقي العصارة دي نشفت حبّة، حبّة كتير يعني. هننزل بالبصل بتاعنا، وشايفين تقطيعة البصل بتاعتنا مهمة جدًا إن أنتِ تقطّعيها بالحجم ده، لإنِّك لو قطّعتيها مكعبات صغيرة جدًا أو بشرتيها بالمبشرة هتكون اتكرملت معاكِ، لإن الكلاوي بتاخد وقت كتير عن الكبدة على النار، تمام. لازم بقى تقطّعي البصل كبير شوية بالشكل ده، يعني جوليان شرايح كده طرنشات رفيّعة أوي، ما تكونش سميكة أوي علشان ما تبقاش وحشة معاكِ، تمام يا ست الكل. ضِفنا الملح بتاعنا. أول طبعًا معروفة أول ما بننزل بالبصل بنضيف الملح بتاعنا علشان ينزّل كل العصارة بتاعته ويدبل، تمام لحد كده، تمام يا ست الكل. عايزة أقول لِك لمّا تيجي تقدّميها ضيفي عليها ليمون، اعصري عليها ليمون علشان تبقى طعمها حلو كمان وما فيش أي زفارة خالص. هننزل بقى بحبة فلفل بابريكا كده وفلفل حامي spicy بقى، والفصين توم أو ال5 فصوص توم اللي أنا قطّعتهم شرايح رفيّعة، تمام يا ست الكل. هنفضل بقى نقلّب، نقلّب، نقلّب ونجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق واليمين شمال، الشمال واليمين لحد ما تتضبط معاكِ. يعني إيه تتضبط معاكِ؟ هاقول لِك، البصل اتكرمل، العصارة كلّها اللي فيها نشفت، التوابل كده اتغلغلت مع الكلاوي لحد بقى ما تلاقيها خلاص يعني زي ما تكون اتسبّكت. تمام كده لحد كده تمام. هنا بقى حسيت إن هي ناقصة حاجة شوية كده عشان تقلب معايا كبدة. فقُلت إيه، لأ عندي حتّة ليّا في التلاجة، فتيجوا نطلّعها ونعمل بيها الكلاوي بتاعتنا النهارده ونعاملها بقى معاملة الكبدة. قطّعتها مكعبات صغيّرة كده ونزّلتها. عايزة أقول لِك لو الليّة دي أنا افتكرتها من الأول كنت سيبها تسيح مع السمنة في الأول، فكانت هتبقى بصراحة روعة. هنا كانت خلصت بقى، وعايزة أقول لكم بُصّوا juicy كده وجميلة أوي إزاي. حاجة professional بصراحة، طعمها روعة مع عيش فينو بقى أو عيش بلدي وحبّة طحينة وسلطة، روعة، روعة، روعة. أنا كان عندي حبّة رُز جنبها ورُحت مش عارفة تقريبًا عملت سلطة
وطحينة أو تقريبًا طحينة كانت عندي، مش فاكرة لإن الفيديو متصور من بدري، قدّمتها بقى مع قرنين فلفل وخُد بقى رغيف بلدي وإيه قابلني. أتمنى فيديو النهارده يعجبكم، ما تنسونيش في لايك وشير وتعليق حلو ليوميات حنان في المطبخ، واسيبكم في رعاية الله، كانت معكم حنان اللُّل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.